أنا عجزت أهضم الأشياء ذي، ما راح أسويها أبد، ما راح أسويها. يا أخي مو بعاجبك سوي لي بلوك يا أخي، فك نفسك. إلا تجي المراسل تسوي معنا، ماني مسوي، ماني أنا الأسلوب هذا ما هو بأسلوبي. يمكن سويتها في تاريخي الإعلامي مرة أو مرتين ولي أسبابي. عشان كذا أنا بقول حاجة، حبيت تاخذها خذها، ما حبيت تاخذها براحتك. أنا لست ضد موضوع التغيير. أولا وهذه ينقلوها عني، وأنا لما أقول معلومة ثقة تامة أني ما أقولها عبث. أولا مسلم معمر لم يقدم استقالته أبدا. كل الأحاديث اللي دارت عن تقديم إدارة مسلم معمر عن استقالته كذب في كذب. واللي قال أن قدمها للأمير خالد بن فهد ورفضها، أنا كنت أعتقد الشيء هذا على فكرة، طلع كلام مو بصحيح، أصلا ما قدمها. لا أنت استفزنا، القضية قضية استفزاز، قضية مصداقية في الخبر. لا تجي تقول لي خبر مو بصحيح. ماني بمع موضوع أن الإدارة هذا ما في أحد ثابت. ترى الإدارة هذه ممكن تمشي اليوم ولا بكرة. أنا مع قضية، وأنا على فكرة حتى موضوع غارسيا أنا ترى مو ضروري أجي علنا وأسوي نفس البطل وأجلد أنا قلت رأيي في الموضوع إعلاميا، قلت ما يمكن أنه يطلع، وصلت صوتي بالطريقة اللي أنا أشوفها، رغم أني اللي عرفته أن الإدارة ما كان عندها أي مجال إلى أن المدرب يبقى، إلا في حالة واحدة، أن المدرب يسوي اللي يبي. وكانت هذه أول مرة يناقشونه بعد مباراة الفيحاء، أول مرة. والرجل قرر خلاص في 2 من نجوم الفريق، زي ما أبعد 3 أو 4 قال ما أبيهم، قال ذولي ما عاد أبيهم ولا عاد بيشوفهم، سلطان الغنام وعبد الرحمن غريب. وعبد الرحمن غريب هو اللي قال أبيه، هو اللي قاتل عليه. ما راح أطول أكثر من كذا، لأن أنا عندي بس حاجة أبي أقولها والسلام. حبيت تاخذها خذها. يجون يضحكون عليك الهلاليين، المراسل يوجهكم، لا أنا ضد المراسل، ولكن عشان تبي تثبت انك ما تسمع كلامهم. مع احترامي وتقديري للبعض قاعد يضحكون عليه الهلاليين، انتم المراسل يضحك عليكم، انتم عشان كذا اسمع بعض المساحات، انتم المراسل يقودكم، لا والله المراسل والنعم، لكن ما يقودني يا اخي انا ما ابغى اقودك، لا تقودني ولا اقودك. كل واحد عنده وجهة نظر يؤمن فيها. وصلنا لمرحلة، شوف هذه اللي انا شفتها، تتفق او تختلف مع المريسل، ولكنه يقول كذا وكذا وكذا، وانا في هذه اتفق معه. ليش؟ عشان ما يسبونه الهلاليين اللي يتابعونه، رغم كرهي لطرح المريسل، ولكن الكلام اللي قاله هذا صحيح. ليش؟ علشان ما يسبون متابعينا الهلاليين. وهذه جالسه تصير كثير، اشوفها حتى من ناس انا اعرفهم زين. وبقول لك شيء مع احترامي وتقديري، والله هذا الشيء لن يقدم ولن يؤخر معي، لن يقدم ولن يؤخر معي. والمفروض أنتم أكثر ناس عرفتوني. لا تعتقد ولا 1% أن مبادئ راح تتغير، ما راح تتغير أبد. وإذا أنت معتقد أن انتقاد المريسل للإدارة هو السبيل الوحيد أنها ترحل، والله هذا أنا أعتز وأفتخر في هذا الاعتقاد، لكن ترى كلامك خطأ. والمصيبة بعضهم يقول مين المريسل، وفي النهاية ليش ما تجي معنا؟ طيب أنت متى محتاجني، حق إيش أجي معك؟ وعشان كذا أنا بقول حاجة، الأخطاء موجودة، وموجودة بكثرة في كل الأندية،
لكن أنا شخصيا أعرف معلومات وبحاول قدر الإمكان أتأكد منها اليوم، وإن تأكدت منها اليوم أبى أحطها صوت وصورة، صوت وصورة في السناب، وبخليها بعد. الآن في ميزة في السناب تقدر تخليها 72 ساعة، ما عاد زي أول 24 ساعة وبس. في معلومات أنت تأكدت منها أبى أطلعها، تتعلق بمطالب غارسيا، وأنا لما أقول لكم معلومات أنا مسؤول عنها فأنا مسؤول عنها، وترى المعلومة اللي أقولها أنا مسؤول عنها، وغارسيا ترى في العلا. أي إعلامي يقدر يروح يواجهه ويقول له ترى في إعلامي قال كذا كذا كذا، صحيح ولا مو صحيح؟ بس أبى أتأكد معلومات لازم أتأكد منها 100%. أكبر إيش المشكلة؟ يا أخي غارسيا كان مطلب جماهيري، وكلنا نعرف أنه قوي شخصية ولا يقبل تدخل في عمله. يوم جاء ليش يسوي كذا وليش يسوي كذا وليش يسوي كذا وليش يسوي كذا، حتى طريقة لعبه اللي يلعبها قدام الاتحاد ليش يلعب كذا؟ طيب هو المدرب، هو اللي جالس يدرب. وصل الأمر إلى أن في بعض الأشياء يتخذها، يعني صار يقولون أن في أحد متدخل في عمل المدرب. يا أخي لو في أحد متدخل في عمل المدرب يا أخي ما طلع خالد الغنام. لو في أحد يتدخل في عمل المدرب كان ما وصلنا، كان ما لعب الفريق قدام الفيحة بالطريقة اللي لعبها، حتى التغييرات. ولا أظن مدرب محترم زي غارسيا يقبل بالتدخل في عمله. من حق أي أحد يطالب، حقك أنا هنا لا أستطيع أن أقول لك لا تطالب، ولا زلت أقولها، قلتها في تغريدتي أمس، هذه مبررة للجميع، والله ما أقدر أقول له شيء. لكن أنت لا زلت في المنافسة. يا أخي ما انتهى الموسم يا أخي، الهلاليين عندهم أمل في الدوري والكاس، وهم عندهم 49 نقطة ومتقدمين عليكم مباراة. أنت فقدت الأمل في الدوري والكاس، وفرق بينك وبين المتصدر 3 نقاط، وعنده مباراة متقدمة عليك، وباقي 6 جولات. ايش الإحباط هذا؟ إحباط غير طبيعي يا أخي. ما أقول انتقد وخلص، فش خلقك، فش خلقك هاليومين، لكن عندك مباراة مهمة الأسبوع الجاي. يا أخي حتى أعضاء الشرف اللي يتكلمون، يا أخي بدال ما تسوي شيء يا أخي تعال قلت تفضل هذه مكافأة مني، يلا 30,000 ريال لكل لاعب المباراة الجاية، وإذا إذا أخذتوا الكاس 100,000 ريال، يلا. سالفة إني أنا بس أقعد أتكلم وا 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 وا. تهييج الرأي العام على الإدارة ترى سهل، ترى تقدر تطلع بطل. باقي مبارتين، تعال، وهذه مكافأة مباراة الوحدة، وإذا ربي وفقكم هذه مكافأة لتحقيق الكاس، 150,000 ريال لكل لاعب، 50 المباراة الأولى و100,000 المباراة الثانية. تطلع أنت البطل، أنت اللي حققت البطولة، ترى سهلة. الضرب 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 الضرب. يعني أنا قدرت أفهم الآن ان في ناس ما يبون النصر يحقق بطولات عشان يكون يصير كلامهم صحيح. طيب وين نصراويتك؟ اقسم بالله، اقسم بالله وانا في رمضان ان في اعلامي يتمنى الفريق، قالها علنا، قال اتمنى الفريق ينزل درجه اولى عشان الاداره هذه موجوده. اعلامي سبق تم تقديم شكوى عليه